عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مواضيع رخصة السواقة هنا في ألمانيا. هنتكلم عن أسئلة بتيجي في الاختبار العملي، وهنتكلم عن مواقف ممكن تقابلها كمان في الاختبار العملي لو أنت بتطلع رخصتك هنا في ألمانيا. هاخدكم وهنطلع دلوقتي نتمشى في الشوارع ونشوف القواعد المرورية هنا في ألمانيا بتنص على إيه، وإزاي هنعرف نتصرف في مواقف مختلفة، والإشارات هنشوفها عملي وهنشوف إزاي نفهمها ومعناها إيه ونتصرف معاها إزاي. مش هطول عليكم كتير في المقدمة، يلا بينا نبدأ الفيديو على طول ونخش في السواقة على طول ونشوف احنا هنتصرف ازاي وهنسوق في المدينة وفي مناطق مختلفة من المدينة. وان شاء الله تستفاد من الفيديو ده لو انت لسه بتطلع في رخصتك الألمانية او انت عندك اختبار عملي ان شاء الله الفترة اللي جاية. اول حاجة خالص، اول لما ببدأ ادور عربيتي قبل ما بتحرك وقبل ما بعمل اي حاجة ببدأ افحص مراياتي، ابص في مراياتي اشوف المكان حواليا هل هو جاهز اللي انا ابدأ اتحرك واسوق ولا في حد مثلا جاي. ببدأ ابص في مرايتي الداخلية مفيش حد جاي ورا، ببص في مرايتي اليمين، ببص في مرايتي الشمال، بتشوف مفيش حد جاي من الناحية دي. ببدأ أحط الإشارة بتاعتي، بتحط الإشارة سواء أنا متجه يمين أو أنا متجه شمال. بعد ما بعمل الخطوة دي ما ببدأش أطلع أسوق على طول، لازم بعمل حاجة قبليها وهي نظرة الكتف، اللي أنا أبص كده جنبيا هلاقي عربية معدية من جنبي زي العربية اللي عدت دي. أوقات نظرة المراية ما بتكونش كافية لأن العربية اللي بتكون ماشية في الشارع ممكن تجيلك في الزاوية الميتة. الزاوية الميتة دي اللي أنت لازم تبص كده بعينك تشوفها، اللي هي الازاز اللي ورا الصغير ده. فانت ما تعتمدش اعتمادك الكلي على انك تبص في المرايات بس، لازم تعمل نظرة الكتف دي، لان ده سبب من اسباب الرسوب في الامتحان العملي ساعة الامتحان. للناس اللي بتفتكر ان الموضوع ده موضوع بسيط او اللي هو شايف كويس، لازم توري الفاحص اللي انت عملت نظرة الكتف دي، سواء انت متجه يمين بتبص يمين، سواء انت متجه شمال بتبص شمال. لازم تشوف هل في حد جاي من الزوايا العامية اللي جاية وراك دي ولا انت تقدر تمشي. دلوقتي بعد ما خلاص بصيت في المرايات وحطيت اشارتي وعملت بصة الكتف، هبدأ اقول بسم الله وابدأ اطلع على الطريق. الإشارة اللي احنا شفناها دي معناها إشارة أولوية المرور. الإشارة دي لو انت في أي منطقة وما شفتهاش يبقى انت مالكش أولوية المرور. طيب يعني إيه أولوية المرور عموما؟ أولوية المرور معناها إن في شخص ليه أولوية في اللي هو يمشي على الطريق قبل التاني. انت لما بتشوف الإشارة دي معنى كده إن الأولوية معاك انت، إن لو في حد جاي من اتجاه تاني لازم يقف يستناك وانت اللي بتكمل. طيب لو في مناطق زي مثلا المنطقة 30 والعلامة دي مش موجودة، معنى كده اللي بيطبق قاعدة اليمين قبل اليسار. هنتكلم دلوقتي وهنشوف مواقف عن قاعدة اليمين قبل اليسار إن شاء الله، بس أنا حبيت أوضح لك إن العلامة دي معناها اللي أنت ليك الأولوية. يلا بينا نكمل الطريق. بمجرد ما بشوف العلامة دي بعرف ان انا في منطقة 30. المنطقة 30 اهم قاعدة من القواعد بتاعة المنطقة 30 وهي اليمين قبل اليسار، زي ما انا ما قلت من شوية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا ماشي دلوقتي وقابلني شارع، اللي خارج من الشارع ده هو اللي ليه الأولوية، يعني انا لازم اقف استناه، ابص واتأكد ان مفيش حد جاي، بعد كده اكمل. ولو في شخص جاي اقف استناه هو يعدي وبعد كده انا ابدأ اكمل مشوار. يلا دلوقتي نشوف الموضوع ده عملي ان شاء الله. هنا مثلا زي ما انتم شايفين اللي على اليمين ده، لازم انا اقف اهدي كده خالص وامشي بالراحه بالعربيه واتاكد ان مفيش حد جاي، وبعد كده بدي اشارتي وببدا اكمل طريق. لما باجي بشوف شارع لازم ببص بعيني كده كويس وبهدي خالص، بتاكد ان مفيش حد جاي، وبعد كده بقدر اكمل طريق عادي. العلامة اللي احنا شايفينها على الشمال دي معناها المنطقة 30 انتهت، وهاجي ابص هنا على اليمين. لو بصيت هنا على اليمين هلاقي الإشارة اللي على اليمين دي، والإشارة دي معناها اللي أنا لازم أقف أنتظر، والأولوية للشارع المقابل قدامي. يعني الأولوية للناس اللي جاية دي، لازم أنا أقف أهدي أبص أشوف مفيش حد، بعد كده بدي إشارتي وبكمل. طول ما انا شايف العلامه دي بعرف ان انا ليا الاولويه، بفضل ماشي على طول زي ما انا، ما بحتاجش ان انا اقف لحد يمين او شمال. دلوقتي هيقابلني علامه تحديد السرعه 50.
يعني انا كده ماشي جوه مدينه والسرعه بتاعتي 50، المفروض امشي 50 كحد اقصى للسرعه. كل شوية هلاقي علامة ال50 دي بتأكد لي وبتعرفني إن أنا المفروض أفضل ماشي 50 هنا مش أكتر، علشان ممكن الأمر يختلط عليا وأفتكر إن الطريق ده طريق ما بين مدينتين وأمشي فيه 80 أو 100، فهم بيحطوا لك العلامات دي بشكل متكرر علشان يعرفوك إن السرعة هنا لسه 50. اليافطة دي معناها إن أنت ممنوع تخش الشارع اللي ورايا ده. زي ما إحنا ما شايفين ورا هنا هنلاقي دورية وحواليها شريط أحمر مرسوم عليها عربية ومرسوم عليها برضه موتوسيكل. معنى كده ان انت ممنوع تسوق في الشارع ده. طيب هيقابلنا في الامتحان موقف من المواقف بتاعه الاشاره دي. الموقف ده هيكون عباره عن ايه؟ ان الفاحص هيكون قاعد وراك وجنبيك المدرب بتاعك، وانت هتكون سايق في الامتحان العملي بتاعك علشان تطلع رخصتك، وهتيجي ماشي هيقابلك اليافطه دي. هيجي المراقب اللي قاعد وراك مش هيتكلم خالص، مش هيتكلم نهائي، هيشوفك يا ترى هل انت عارف معنى الاشاره دي ايه؟ هل انت عارف الاشاره دي لما انت توصل لها المفروض اللي انت تقف، ولا انت مش عارف معنى الاشاره دي وهتكمل سواقه في الشارع؟ لو انت كملت سواقه في الشارع هيقول لك اقف لحد هنا، الامتحان انتهى. اما لو انت وقفت قبليها وقلت له ان ده ممنوع، لو انت ما بتتكلمش الماني خالص شاور له عليها وقول له في البوتن، هيقول لك تمام وهيعرف ان انت راجل فاهم، هيقول لك تمام مفيش مشكله، وهيبدا يوجهك يقول لك يمين ولا شمال. ساعتها هيعرف ان انت راجل فاهم الاشارات وفاهم كل اشاره معناها ايه. اما انت تيجي هنا وما تخشش وتسال كده، انت ان شاء الله تنجح في النقطه دي في الامتحان. انما لو حد كمل للاسف الامتحان هينتهي عند النقطه دي. نقطة مهمة جدا بتكون سبب في رسوب ناس كتير جدا في الامتحان العملي. لو انت جاي من بعيد في منطقة 30، طبعا زي ما احنا ما كلنا عارفين في المنطقة 30 قاعدة اليمين قبل اليسار اللي هي اليمين قبل الشمال بتطبق. يعني اي حد جاي من شارع الاتجاه اللي انا فيه ده مثلا، وانت جاي مثلا من الاتجاه ده، لازم انت تخلي الشخص ده يعدي الاول من قدامك وانت تكمل. اللي انت لازم تعمل الموضوع ده على الشوارع بس. النقطة هنا فين اللي بتكون السبب في رسوب الناس؟ اللي الناس بتكون جايه وفي مكان زي اللي ورايا ده الناس بتفتكره الشارع. لو انت جاي من بعيد انت هتشوف ان في منطقه فاضيه اهي، وفي الزاويه دي او النص او الكيرف ده خارج كده، فانت من بعيد هتفتكر ان ده شارع. فانت للاسف لو جيت في الامتحان وهديت قبل الشارع ده وبدات تطبق قاعده اليمين قبل اليسار، يعني بدات تهدي وتبص حواليك يمين وتشوف في حد جاي ولا لا، للاسف هترسب. هتقول لي ليه مش في المنطقه ال 30 انت قلت ان بيطبق القاعده بتاعت اليمين قبل اليسار، يعني اي حد جاي من اليمين اقف له؟ اقول لك ايوه بس ده في الشوارع بس، وركز على النقطه دي. في الشوارع اللي انا فيه ده مش شارع وما يعتبرش شارع. هو اي نعم مخرج كبير يشبه الشارع الى حد ما، بس ده مش شارع، ده مخرج مصنع. في الحاله دي انت اللي ليك الاولويه، هو اللي المفروض يقف يستناك وانت تمشي. طيب انا اعرف منين ان ده شارع ولا مخرج؟ هقول لك في علامتين تستخدمهم دايما، ودول اكتر علامتين لو انت استخدمتهم صدقني وعد مني هينفعوك جدا ومش هتقع بسهوله في النقطه دي. اول نقطه خالص، اي شارع بيبقى مكتوب عليه اسم الشارع، بيبقى في المنطقه دي كده مثلا مكتوب اسم الشارع، بيبقى مكتوب دايما هنا في المنطقه دي اسم الشارع. هتلاقي من بعيد اسم الشارع مكتوب سواء هنا او هنا، فانت من بعيد هتشوف اسم الشارع. طيب النقطه الثانيه اللي فيها تكه شويه، وهو اللي انت تبص على الارض اللي تحتيه دي. الارض اللي تحتيه دي اسمها رصيف متصل. زي ما احنا ما شايفين طالما الرصيف ده متصل يبقى ده مش مخرج شارع، ده مخرج من شركه، من مصنع، من بيت كبير، ايا كان، يبقى ده بيتسمى رصيف متصل. هتلاقي الرصيف بتاع الشارع ماشي زي ما انتم ما شايفين كده مكمل معاك خالص، مش مقطوع من الحته دي، وفي مخرج. التكتين دول اسم الشارع والرصيف المتصل، دول تركز عليهم دايما، لان في حاله الرصيف المتصل زي الحاله اللي انا فيها دي انت اللي معاك الاولويه، مش المفروض تقف لليمين قبل اليسار، لان ده ما يعتبرش يمين، ما يعتبرش مخرج شارع. فانت ركز على النقطه دي، لان دي نقط صغيره بتتداخل في بعض مع كتير من الناس، بتكون فعلا سبب في رسوب واحد بقاله شهور بيذاكر وبيتعلم وفعلا بيعرف يسوق، بس تفصيله صغيره للاسف سوء فهم صغير ممكن يكلفه الامتحان، والامتحان يعني هيكلفه فلوس وهيكلفه وقت. فبالله عليك خد بالك، هو ده
هيكون شكل المنطقة وانت جاي من بعيد، فانت هتفتكره ان ده شارع مثلا. لو انت لسه ما وصلتش للمنطقة دي من بعيد هتفتكر ان ده شارع. فانت لو جيت هديت العربية وبدأت تبص يمين هل في حد جاي ولا لا وكملت، يبقى انت كده للأسف رسبت في الامتحان، لان ده ما يعتبرش شارع. لو جينا بصينا هنا جوه هنلاقي ان ده مش شارع، هو مخرج كبير بس مش شارع. هنروح دلوقتي شارع وهوريك الفرق ما بين مخرج الشارع بيكون شكله عامل ازاي، والمخرج ده والرصيف المتصل والرصيف اللي مش متصل، علشان تعرف تفرق كويس ما بين الاتنين. يلا بينا نروح نشوف مخرج الشارع بيكون عامل ازاي. انما بقى لو احنا جينا بصينا على الشارع هنلاقي ان الشارع السور من هنا ده بيتسمى رصيف مش متصل. زي ما احنا ما شايفين القطع اللي في النص ده، الرصيف ده جه انتهى لحد هنا وكمل كده، والرصيف ده نفس الكلام. فمعنى الرصيف مش متصل ان ده مش متصل بده زي اللي احنا شفناه هناك، فده شارع ويطبق عليه القواعد كلها. انما اللي هناك ده كان مخرج ما كانش شارع. علشان ما اطولش عليك وقت الفيديو هعمل لك بقيه التفاصيل ان شاء الله في فيديو تانية، وهعمل سلسله كامله هنتكلم فيها عن الاشارات وموضوع استخراج الرخصه الالمانيه. ما تنساش لو الموضوع والمحتوى عجبك تشترك معانا، اكيد هتشرفنا. وما تنساش لو الفيديو ده كمان عجبك تعرفني ده بعد اذنك بلايك، لان اللايك ده بيعرفني ان الفيديو فعلا عجبك. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.